اولا انا قررت ان انا همسك توكيل وهجيب كل العربيات اللي في التوكيل، سواء كان عربيات بيقدمها الوكيل او عربيات مش موجودة عنده اساسا، وهنعرضها باسعارها الحقيقية اللي لو حضرتك حبيت تستورد العربية دي بنفسك هتجيبها بالاسعار دي. فالمفروض الطبيعي ان لو الوكيل هو اللي هيجيب العربية يجيبها ارخص. فانا همسك شركة وهقول لكم المميزات فيها ايه والعيوب فيها ايه، وهنبتدي بقى نشرح مع بعض بالتفصيل بالارقام، و محدش يزعل من اللي هيحصل، ماشي؟ واللي خايف يروح. ده في ميني وفي بي ام دبليو وفي مرسيدس وفي فولكس فاجن وفي سكودا وفي سيات وفي اودي وفي بلاوي زرقاء. حضرتك السلسلة دي هنبتدي اول فيديو فيها النهاردة، ماشي حضراتكم؟ السلسلة دي اول فيديو ليها النهاردة. لو ما قدرتش اكمل السلسلة دي تعرفوا ان حصل حاجة فيا عشان نبقى متفقين يعني، لان انا هتكلم كلام صعب شوية. خلينا نخش في صلب الموضوع سريعا عشان الناس بس ما تقولش ان انا بطول. انا والله ولا عايز اطول ولا عايز اتنقل على عيني. انا بكلمكم من انا قاعد في البيت، انا تعبان ما بنزلش النهاردة عشان انا قاعد في البيت، فمش عايز اطول ولا حاجة. بصوا يا سيدي، التوكيل اللي هنبتدي بيه النهارده هو توكيل بي ام دبليو، وما فيش حد يجي يقول لي انت اشمعنى بي ام دبليو. لا، انا هجيب كل التوكيلات. وبرده بتوكيل بي ام دبليو ما حدش يجي يقول لي هو انت بادئ بتوكيل بي ام دبليو علشان ما عزموكش في اللونش بتاعهم شركة الغانم. لا والله الموضوع مش كده خالص. الموضوع يعني ان انا قلت ايه، هم اولى نبتدي بيهم، حبايبنا ومننا وعلينا، فاعتقد مش هيبقى في مشاكل يعني. خلاص تعالوا بقى ايه اقول لكم على الخطه الاول اللي عملتها بي ام دبليو مع شركه الغانم مع اول ظهور ليها، والكلام ده كان يوم 29. احنا النهارده 30، يعني الكلام ده كان امبارح. ايه اللي حصل امبارح؟ في حفله متواضعه يعني. اعتقد شركه البافاريه كانت بتقدم حفلات او ايفنتات اقوى من كده، ومع ذلك بالتوفيق طبعا لشركه الغانم، يعني ما عنديش اي مشاكل. تم الإعلان عن الخطة الجديدة لتوكيل بي ام دبليو في مصر. هو الناس بصراحة قالوا كلام كويس وقالوا كلام مش معجبنيش. يعني الكلام الكويس قال لك احنا ما عندناش حاجة اسمها اوفر برايس. حلو، اول طلعة كده كلام معقول. طالما ما فيش اوفر برايس يبقى الكلام كويس. وقال لك ايه بقى؟ مش هندي موزعين معتمدين خالص لأي حد. طب ليه؟ يعني انت هتغطي كل الجمهورية؟ يعني انت بطل الابطال. انا عارف طبعا ان شركة الغانم موجودة في دول كتير وفلوس كتير، لكن لو مفيش الرجالة اللي هتشتغل مع الظروف اللي احنا فيها دي وظروف البلد وظروف الاقتصاد وبالفلوس الكتير اللي عند الغانم دي، والرجالة بقى اللي هتعمل الكلام ده كويس مش موجودة، يبقى احنا كده بنهزر. هقول لكم على اللي حصل ان السيد المحترم المهندس محمد قنديل هو اللي مسك شركة او مسك توكيل بي ام دبليو في شركة الغانم في مصر، وجاب التيم اللي معاه كله. طيب محمد قنديل كان ماسك مازراتي في ام تي اي، كان ماسك مازراتي لمدة 2 سنين. ما اعتقدش يعني ان حصل اي تغيير في ال2 دول مع الراجل المحترم ده. هو راجل محترم جدا على فكرة وانا اعرفه شخصيا، لكن مفيش تغيير حصل مع مازراتي. تقريبا باع عربيتين مثلا في ال2 دول. فانت النهارده وبعدين ايه، مش مثلا يجي بقى محمد قنديل ده ويبتدي مثلا يشوف الرجاله اللي كانت شغاله في بافاريا وكانت عامله شغل كويس ياخدها يشغلهم معاه. لا، هو جاب التيم بتاع مازراتي بالكامل من ام تي اي، سواء التسويق او تقريبا احمد طناحي بس هو مسؤول خدمات ما بعد البيع. هو اللي انا شفته من الرجاله او من الحرس القديم لبي ام دبليو في مصر. فمن ضمن الاخطاء اللي شفتها من رجاله التسويق، هم اصلا ما كانوش بيعملوا شغل كويس في مازراتي. يعني انا اصلا ما كنتش شايفهم في مازراتي،
فانت انا مش فاهم هما ازاي يجوا بقى يخشوا بي ام دبليو. بي ام دبليو اكبر بكتير في مصر مش بره مصر. طبعا مازراتي شركه قويه جدا وكبيره وكل حاجه، بس يعني بي ام دبليو شغلها اكبر بكتير من مازراتي علشان تجيب التيم ده اللي هو ما كانش بيشتغل. انا اسف ما حدش يزعل مني، انا بحب اتكلم بصراحه. تجيب التيم ده وتحطه يشتغل مع بي ام دبليو. طيب يمكن يا عم الناس عندها خطه جديده وهيبتدوا يشتغلوا شغل كويس، الله اعلم. خلاص ماشي هنسكت، تعالوا نتفرج. ايفنت لطيف ماشي، عزموا شويه ناس كويسين. طبعا معظم الناس اللي كانت موجوده ناس محترمه جدا وعلى راسي، والناس كلها زي الفل. لكن في النهايه انا بحب اتكلم بالارقام. شفنا كلام ان خلاص مفيش موزعين هيبقوا تابعين لبي ام دبليو، لا هي الغانم هي اللي هتشتغل لوحدها خلاص ماشي. وشفنا ده الكلام اللي اتقال، وقال لك احنا مش هنبيع باوفر برايس، وهنعمل قائمه اسعار جديده، وهنجيب عربيات ما كانتش بتنزل مصر، وهنعمل مش عارف ايه، وهنقول ايه. في الاخر معلش يعني انا بعد ما بصيت على البرايس ليست ما لقيتش اي حاجه جديده. يعني البرايس ليست ما قدمتليش ولا قدمت للعملاء حاجه جديده، نفس اللي كان بيحصل قبل كده. بالعكس يعني انا شفت عربيات في البرايس ليست لسه 2022 و 2023 نزلت بره، واعتقد ان في ناس بدات تشتريها بالاستيراد الشخصي. فانا مش فاهم اللعبه فين يعني. ليه طب استفدنا ايه؟ انت نازل وبتصرف وفلوس وفي الاخر انا مش شايف اي جديد. طيب تعالوا نتكلم بالارقام. وتعالوا انا جبت لكم معايا النهارده 17 عربيه من بي ام دبليو. 17 عربيه. انا جايب لكم العربيات دي باسعارها استيراد شخصي. استيراد شخصي. المفروض لما نيجي نقارن الاسعار دي بالعربيه او بالاسعار بتاعه جلوبال اوتو او الغانم او بافاريا او بي ام دبليو مصر يعني يعني زي ما تتسمى بقى، خلاص نلاقي الاسعار عندهم ارخص، لان هو بيجيب كميات وبيقول لك بعد 3 شهور، وانا اقطعه من هنا لما كان من 6 ل 9 شهور. يعني ما فيش حاجه اسمها 3 شهور، مش ما فيش، مهما كان هم شركه كبيره وقويه وعظيمه وكل حاجه، بس في النهايه انت في مصر، فان انت وفي ظروف اقتصاديه صعبه في العالم كله، فان انت تقول 2 و3 شهور لا ما اعتقدش ان انت هتسلم حد في المواعيد دي. وبعدين لو حصل يا ريت، انا قاعد ومستني وهتكلم وهطلع وهشرح وهقول كل حاجه، ما عنديش مشكله. طيب تعالى تحبوا تشوفوا العربيات ولا والارقام، ولا تحبوا ايه؟ قولوا لي تشوفوا العربيات من على اللابتوب واقول لكم الارقام. دايما انتوا بتختاروا الموضوع ده، بس اكتبوا لي في الكومنتات كده على ما اجهز لكم الايه الدخله بتاعتنا.